السلام عليكم ليكم جوست راكم يا بي سي اف از باك. صحة رمضانكم خوتي الاعزاء، كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة والهنا ان شاء الله. الى راكم تشوفوا هذا الفيديو بعد الفطور نقول لكم صحة فطوركم، والى راكم تشوفوا فيه وقت السحور نقول لكم صحة سحوركم، والى راكم تشوفوا فيه وقت الصيام نقول لكم باللي ما بقاش يأذن. اصبروا برك، واش يا درا راه غالبكم رمضان ولاكم غالبينه. المهم خوتي الاعزاء، الفيديو تاع اليوم راح تكون الجزء الثاني تاع مواقف المتابعين المحرجة في رمضان، بعد ما درت لكم الجزء الاول وجاب 1 مليون في 1 مليون واش سي محمد رانا صايمين؟ لا اسمح لي كنت حطيت لكم ستوري في الانستغرام قلت لكم فيها احكيوا لي مواقف محرجه صراو لكم انتوما في رمضان، وتحال الخطره اللي قريتهم كارثه على تاع الخطره اللي فاتت. اما لا خوتي الاعزاء، قبل ما نبداو هذا الفيديو تاع اليوم اهبطوا لتحت ديروا لنا جام، راني حابكم توصلوا ل 10000 جام في 24 ساعه كيما الخطره اللي فاتت، عجبتوني بزاف. اهبط دير جام، يا اهبط برك اهبط، عندنا الوقت صحيت. وابوني اذا كنت اول مره تشوف قناتي. ايا بلا ما نطول عليكم بزاف نبدا. نبداو بالموقف الاول معنا. هاد الاخت قالت لي اشرف العزيز توحشنا بزاف في اليوتيوب، كمل فيها، دارنا كاع يتبعوك ويحبوك. انت صافي فليسير قتلتيني بالقدر. واش بديت تتحمس؟ كمل. المهم الموقف المحرج اللي صرا لي في رمضان، نشفى خطره جاونا ضياف في رمضان، دخلوا للصالون وانا قاعد نخمم واش نحكي لهم. راك تعرف الحشمه اللي تجي كي تكون مع الضياف. على بالي ان شاء الله باك ما تكونيش ثقبتيها وكش ما قلت لهم. ايا نطقت وقلت لهم كاش ما نجيب لكم حاجه تشربوها. بداو يضحكوا قالوا لي واش ما راكمش صايمين واقيل. انا صح نسيت وحطيت روحي في موقف يبهدل. اختي لا انت ماشي نسيتي، انت تحمستي. كون غير بقيتي ساكته وما قلتيش هاد الهضره. معليش تصرى. كانتي ثاني كوفتي روحك قلتي لهم راني نقصر باك راني نقصر. روحوا الموقف اللي موراه. هذا قال لي خطره نمت روحي ما تصحرتش، والنوم في روحي كيفاش نتعذب في هذاك النهار. كي نصت وفطنت لقيت باللي وقت السحور فايتني. هذاك بث تجريبي واش كنت حتجوز هذاك النهار. بصح نورمال انا يحيروني العباد اللي ما يتصحروش يبداو يزيدوا عليها منا. اصلا كي تاكل واش تاكل ما راحش تبقى شاد هذاك الجوع. كاينه عفسه اذا ما شربتش الماء سي فري تعطش غدوه من ذا. من باك لا انا تبالي زياده. نروح الموقف اللي موراه. هذه قالت لي واحد المره وفي النهار الاول تاع رمضان بانت لي نعاون يما ونطيب لها البوراك، مريح نبريباري فيه ونسقم بيدي. بقات لي شويه ماكله بين صباطيه وانا بلا ما نجيب الخبر مريح نلحس فيهم ونختم، حتى حسيت بالملوحيه في فمي باش جاتني لحظه ادراك باللي راني صايم. لا انت عجباتك البنه ما جيت تما، كان ما حسيتش بالملوحيه راكي مكمله وتاكلي تكملي كاع داك البوراك. عباد بيزر والله. راح الموقف اللي موراه. خطرة كنت مريضة وكنت فاطرة، ايا مريحة في الكوزينة وناكل، حتى دخل عليا خويا الصغير قال لي مازال ما اذنش. قلت له على بالي. قال لي مال علاش راكي تاكلي؟ وناض يجري في الدار ويقول لهم اني راي فاطرة. انتوما ثاني البنات كي تفطروا ولا ما على باليش انا عرفوا كيفاش تخباو. جيت على بالكم بلي دراري صغار كيشوفوا عفسه ما يقدروش يشدوا فمها. انتوما ثاني ما تلحقوش رواحكم. صاحبيناتنا تبهديله. الموقف اللي بعده تاع الاخت قالت لي واحد المره في رمضان جاونا ضياف، قلت ندير لهم جي تاع بانان مع الفراز. الله تما الواحد صايم وانتيا الفراز والبانان، ربي يهديك والله غير جوعتيني الاخت. ايا في عوض ما ندير السكر درت الملح. كي لحق الفطور حطيت لهم قلت لهم ضربتكم بجي في حياتكم ما تلقاوش، ومريحه نطرطق عليهم. كي بداو يشربوا كل واحد وكيفاش رياجه، واحد كملوا واحد خلاه نص حشموا يقولوا لي. كي رحت للكوزينه وذقته نلقى فيه الملوحيه. في هذيك اللحظه ما لقيتش وين نحط راسي، باش المره الجايه ما نلعبيهاش قافزه طرد كاع للناس. قالوا جي الله ما على باليش. ومزيه ثاني لي البانان والفراس جاو حلوين، سينو والله غير واحد ما يكمل لك هذاك الجي. خطرة كنت مريح بالغلطة طحت وطاح في فمي شوية شربة وبوراكة مع شوية شربات. سبحان الله حتى انا صرا لي نفس الموقف تاعك، برك انا ما لقيتش الشربات صافي عقبت هذاك البوراك هكاك وحده. صاحبي نوض برك ما تبهلل علينا، الواحد راه صايم معاكش ما يبدا يهدر. هذه قالت لي نشفى واحد الخطره في رمضان، رحت باش نوض بابا باش يفطر، كان باقي ربع ساعه على الفطار. المهم ما حبش ينوض. ايا واش درت حتى نقول له نوض راه ياذن نوض. ايا رحت لهذيك الجهه وليت نلقاه قريب يكمل الشربه. الصغره اللي ديتها في هذاك النهار ما يعلم بها غير ربي. حتى باباك ما عندوش الفرانات. الحاج اونبري بلا قال تما قالوا لك راه ياذن نوض ديريكت الشربه هذيك، وانت يا ثاني مادام عارفه باباك هكذا وخليتي الدقيقه التاليه ونوضتيه ويفيتي عليك المشاكل. سهله، نتوما برك تجيبوا البلال لرواحكم.
في السهره كنت راح ناكل حبه قلب اللوز، لقيت داخلها نحله. ما تمسخاش، راك تهضر مع اكثر واحد يحب القلب اللوز. علاش ما تقوليش كليت هذيك النحله وبديت تقزز فيها وبنتها ما تقول خلاص. تحمست انت ثاني. روح الموقف اللي موراه. هذا قال لي كي كنت صغير كنت نفطر بالتخبي على دارنا في هذيك الجهه. ديال يا خوتي انا صايمين، تسمى نتايا تفطر على داركم بالتخبيه في هذيك الجهه حتى الحرام وما تعرفوش ديروه كي الناس. اللي موراه حبيبي هذا قال لي الحكايه هذه عندها واحد 6 سنين هكذا. شوفوا كنا صغار وكنت ندور مع جماعه تاع طوايشيه في رمضان، وفي التراويح بانت لنا نروحوا نطفيو الكونتور تاع الجامع. هذه اليهود وما خموش يديروها، اسمح لي. وبلاصتو جايه داخل واحد لاكا. المهم احنا غير طفينا وجينا احنا هربوا ولات الظلمه، طريق الهربه تلفت لنا ويلحق علينا العساس. حكمني انا وزوج صحابي، دانا البيت الوضوء وغلق علينا البكا اللي بكيتو هذاك النهار ما يعلم به غير ربي. انا جبني العساس وش دار، حطهم في البيت تاع الوضوء وغلق عليهم. لا كون حطكم في هذيك الجهه لداخل ويغلق عليكم. هذه حير كيفاه جاتكم في راسكم تروحوا تطفيو الكونتور تاع الجامع وجيت من ظهرك حكمك انت وزوج صحابك والاخرين حشاوه وهربوا، وكابا بتلقى هذوك اللي هربوه هما اللي طفاوه. راح الموقف اللي موراه. جامي صليت التراويح في حياتي. العام اللي فات كي نويت نبدا نصليهم ردفوني كلاب وانا رايح للجامع. نورمال يا خويا، هذاك ربي راه يختبر فيك. اذا عاودت وليت للدار معناها انت ايمانك ضعيف، واذا رحت وكملت معناها هذوك الكلاب راح يقطعوك. لا بصح نورمال ما فهمتش انايا. خلاو كاع الناس اللي راح تصلي التراويح جورت فوق غير نتايا. هذه اوفيسيك كش ما تكون داير. هذا قال لي رحت باش نصلي التراويح، كي خرجت من الجامع لقيتهم داولي صباطي. قلت والله غير ندي تاع كاش واحد. انا رفدت الصباط يخرج فيا مولاه. قال لي تاعي هذاك. فهمت انتم واش حكايتكم مع التراويح؟ واحد راح يصلي ردفوه الكلاب، واحد راح يصلي داولو صباطو، وزيد السيد هذاك واش دلك مسكين بارح تديلو صباط. تما كيما سرقوني نسرق انا ثاني. معليش حبيبي، تكبر وتنساها ان شاء الله. في الليل ومع الولاد صحابي كنا نطبطبوا في البيبان ونهربوا وبالداله. لحقت دالتي غير وصلت للدار هذيك انا جيت نطبطب يخرج فيا مول الدار بلا ما نحكي لك واش صرا موراه. لا احكي لي دخلك للدار عرضك على فطور. على بالي بصح نورمال كنت كوفت روحك. كي خرج فيك السيد عمو هنا دار محمد دا اخرج عليه. هذا قال لي رحت باش نسلك بين زوج كانوا يتقابضوا في رمضان. قالوا لي روح ما تدخلش روحك ولا نفطروا عليك. صح الشح فيك خو، انت واش دخلك ديجا؟ خليهم يضربوا ديجا. رمضان حلاوته كي تشوف الناس يدابزوا. رايح تلعبها قافز حتى جبتها لروحك. معليش تا ثاني تكبر وما تنساهاش. خطرة في رمضان رجعت من القرايه. ما فهمتش شكون وسوس لي. رحت ناكل. ما فهمتش شكون يوسوس لك. انت وسوس لروحك، شكون حيوسوس لك؟ ورحت ناكل. حكمني خويا شهر وانا عبيد عنده. خوك صح يعرف لها. كنت جيت انا منه عام كامل نديرك عبد عندي، نوري لك كيفاش تفطر في رمضان. كي اذن المغرب حطيت لقمه كبيره في فمي وشركت قدام العائله كامل باسكو جايحه وتافهه ثاني. هذه عبسي يديرها واحد كبير. راكي مليحه كيما جات في وجه تاع كاش واحد وبعث لك تفطري عند الجيران. هذه قالت لي كنت نصلي جيت بنكح زعما باش نسأل. تفكرت واحد الحكايه حكاتها لي اختي، تخلطت الضحكه مع الكحه قريب ما حاوزونا من الجامع. سما انت ما كنتيش خاشعه في الصلاه، كنتي تخبي في الحكايات اللي صراو لك. والشي هذا يبين لك بلي البنات لما يروحوا يصلوا التراويح بيهم الصلاه لا والو، هاربي غير من الغسيل تاع الماعن. على بالي كاينه ولا ما كاش. ورحت نصلي التراويح ولبست بليغه تاع طفله واحده اخرى حتى لحقت للدار باش عرفتها بلي ماشي بليغتي. نورمال مادام لبستي ديك بليغه تسمى تشبه لتاعك. الطفله هذه كي تخرج من الجامع تشوف بليغه تاعك انتيا وتجيها كيما البليغه تاعك وتديها وهي فرات. هذه قالت لي خطره كانوا وليد اختي قاعد قلت له ما عطشت. قال لي لا. قلت كيفاه؟ قال لي لو كان ما كانش الماء تاع الوضوء كون مانيش هنا. هذه جاب لي ربي لا مانيش غلط. سامحها في كاش بلاك في ليستاتي تاع الفيسبوك. لا ماشي كوبي كولي. روح الموقف اللي بعده. هذه قالت لي I love you. يا ودي اللهم اني صائم. ما رمضان يا رمضان
كنت صغيره ونصوم غير باش نفخر باليامات اللي صمتهم، قصدي نفتخر باليامات اللي صمتهم، ونفطر بالسرقه على دارنا، وساعات نفترق بالاذان بدقيقه. ما فهمتش انا نتوما كيفاش تخموا، سبب باقي دقيقه على الاذان تروحي تفطري. لا ماشي هكا. المهم خوتي العزاز هنا نكونوا لحقنا لافان تاع هاد الفيديو، ما على باليش الا كانت قصيره ولا لا مي فريمون الحكايات تاعكم كانوا بزاف، وبالك رمضان مازال طويل، بالك ندير لكم الجزء الثاني. قولوا لي تحت في لي كومونتير الا راكم حابين جزء واحد اخر، صح بشرط خاصكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع كامل صحابكم، وتجوا طابونيو عندي في الانستغرام تيك توك سناب شات باش كي ندير هذه الفعاليات تقدروا تشاركوا نتوما. انا ما بقى لي غير لكم اتهلاو لي في رواحكم وسلام.